خلاص انا الحمد لله انا خدت قرار ان انا مش هلعب. مش تلعب ايه، هتعتزل؟ خلاص بجد يعني والله؟ والله يعني بنسبه مثلا 99%. فالفتره دي بحاول افصل شويه عشان اشوف بعد كده اعمل ايه ان شاء الله. يعني خلاص خدت القرار ده اللي انت خلاص هتعتزل؟ يعني يعني ده بصفه. انفراد لنا هنا في البرنامج. ان شاء الله. طب انت الخطوه دي اصلا يعني فكرت فيها كتير اكيد؟ والله انا وخدتها على خدتها. اساس ايه بالظبط؟ خدتها بناء على حاجات كتير، يعني اخر فتره دي في الكوره الواحد بدأ يشوف حاجات بصراحه. حاجات غريبه شويه ما كانش بيشوفها قبل كده. اللي هي ايه؟ لا يعني سواء بقى بتلاقي حاجات من مدربين او حاجات من وكلاء، انت عمرك ما كنت بتشوفها قبل كده وانت حاسس ان هي مش طبيعيه. مدربين اللي هو زي ايه؟ يعني مثلا انا لما كنت اعرى من سموحه رحت المقاولين. حلو. السنه دي انا لاعب فيها 27 ماتش من 34 ماتش في الدوري. حلو جدا. المهم رجعت سموحه. امم. حضرت فتره العلاج كلها مع كابتن طارق العشري. اه. لقيت في اخر 5 ايام في القيد بيقول لي شكرا. شكرا. شكرا انا مش محتاجك. طب انت ما قلتليش كده قبلها ليه؟ يعني مثلا من لما السيزون خلص اه. ما اعرفش كان الناس كلها قفلت. بدل ما كان حد مثلا 4 5 انديه بيكلموك، حلو. اتفاجئت ان انت ما فيش اي حاجه قدامك. حاجه من الحاجات دي مثلا. يعني مع ان طب وحصل ساعتها ايه يعني انت؟ ما حصلش حاجه، هتعمل ايه يعني؟ المدرب بيقول لك انت مش محتاجك. امم. وفي نفس الوقت بعد كده اكتشفت ان العقد بتاعي اتلعب فيه. تلعب فيه؟ اتلعب فين، فيه. في سموحه ولا في المقاولين؟ في سموحه في في الفتره دي. سموحه؟ ايه اللي تلعب فيه بقى؟ وانا طالع سموحه، وانا طالع من سموحه للمقاولين اعاره سنه. اه. كان اعاره 6 شهور مش سنه. تمام. النادي طلب مني ان انا اعمل اكستنشن للعقد بتاعي سنه عشان يوافقوا على الاعاره. حلو. انا طبعا في الاول ما كنتش موافق. تمام. بس انا كنت شايف ان فرصتي في اللعب في الفتره دي هتبقى شبه مستحيله يعني. ده بعد كلام الكابتن طارق العشري ولا ده لا قبل؟ لا ده قبل خالص، يعني ده كان في الوقت ده كابتن احمد سامي اللي ماسك. احمد سامي، تمام. اه، اللي هي اه الفتره الاولى اللي كابتن احمد سامي مسك فيها تقريبا سموحه. بالظبط. اه. كان في الوقت ده الباشمهندس فرج عامر مشي وكان او مهندس. اللجنه والناس المجلس الجديد وصل سموحه. كان هما اللي مسكوا. تمام. فانا خرجت عرا للمقاولين 6 شهور اه. ورجعت. فانا في فتره الاعاره للمقاولين كان اه. اتحاد الكره طلع قرار، كان في العقود بتتغير، شكل العقود شكل بيتغير. العقود بتتغير كل موسم. فكانوا مطلعين قرار ان انت انا فاكر التفاصيل دي بالظبط لان الموضوع ده غير لي حياتي كلها بعدها. ماشي، ما احنا عايزين نعرف. كان مطلعين قرار ان بعد 1/8 العقود القديمه مش هيتاخد بيها. حلو. يعني اللي معاه عقد لازم يوثقه. فكده تمام. انت ما مش هيتوسط لك حاجه. العقد بتاعي اللي عملت بيه اكستنشن اللي هو الجديد المفروض سنه اه. بنفس الفلوس القديمه. حلو جدا. تمام. ماشي. اتفاجئت بعد ما رجعت ان انا لما كابتن طارق العشري قال لي انت كان فاضل لك كام سنه في سموحه؟ كان فاضل لي 2. سنتين. سنتين. فانت هتطلع سنه اعاره. انا يبقى هطلع فاضل سنه لك اتنين. اعاره. خلاص كان هيبقى فاضل لي 2 فاضل لك اتنين، يعني وقالوا هما لي كانوا زود ثلاثه، سنه. يعني هما كانوا ثلاثه، فهتروح سنه فترجع يبقى فاضل لك اتنين. وفي صح كده؟ اكستنشن سنه يبقى 3. يبقى ثلاثه. تمام. يبقى كده هتروح السنه دي وترجع. اللي هو السنتين. هترجع بالسنه اللي هي هتتمد دي. تمام. تمام. وده عقد جديد. عقد جديد بس هيتوثق بنفس تسلسل الفلوس اللي انا كنت بس انت باخدها. مضيت عليه. مضيت عليه. ما انا بس مش هجيب. شايف الفلوس لا ولا؟ لا ما كتبتش اي حاجه لان انا خلاص بقى انا كنت الثقه يعني. ثقه. انا سموحه انا بقالي فيه في النادي 7 سنين، انا عارف الدنيا بتمشي ازاي حلو. وعارف والكواليس كلها طب مين اللي كان ماسك العقد ده؟ او آه، المسؤول؟ كان اداري اسمه عمرو اسماعيل. ده هو لسه موجود غالبا لحد لا دلوقتي؟ لا مش موجود، مشي دلوقتي. مش تمام. اتفاجئت بعد ما كابتن طارق العشري قال لي مش محتاج، هو عمرو اسماعيل برضو اللي بلغني. فقعدت يومين في البيت بعدها. خلاص كان باقي 3 ايام على القيد اوكي. ويقفل. فانا لازم اخد اخلاء طرف. حلو. اتفاجئت ان العقد بتاعي ب 150 الف جنيه. اوف. والله. وعدد كان كام؟ مش لازم اقول لك بقى بس بس كان كان كبير. ضعف الرقم ده 20 مره. 20 مره. اه كانت 150 الف جنيه. 150 الف جنيه. ف انت متاكد من اللي انت بتقوله ده؟ والله متاكد زي ما بقول لك كده. هو اصلا ما كانش يعرف يعمل معايا الموضوع ده لان انا كنت هاخد 25% لان فتره السماح اللي بعد الموسم ما يخلص تبقى اه. 15 يوم لازم 15 يوم. يبلغك انت مكمل او مش مكمل. صح. انا خلصت فتره العلاج كلها. اه. ابقى طب انا هعمل شكوى مش هعمل شكوى الكلام ده. هتعمل ايه على قال 150 لي الف؟ اعمل شكوى هتاخد 25% من ال 150 الف بس. نهار ابيض.
اه والله ده اللي بقول لك عليه. طب وانت وده عملت ايه؟ ما كلمتش رئيس النادي؟ ما ما عملتش كانش حاجه، مستفيد؟ ما هتعمل ايه بس يعني؟ ده تطفيش اللي انت تمشي للنادي بقى، تمشي ما اصلا اعرفش، انا من. كلمته انت بتعمل كده ليه، عملت كده ليه، بيقول لي انا بضمن حق النادي. انت يعني بتدي. هو عمرو اسماعيل ده هو اللي عمل كده؟ اه هو اللي عمل كده، وانا ده عمل متاكد كده انه من دماغه يعني؟ ايوه ما هو اللي كان في الفتره دي، هو اللي كان شبه ماسك كل حاجه مم. في ال طب في ال في والسنتين اللي ال بعد كده كانوا برضو نفس الرقم 150,000؟ ما هو بقى هو عمل عقد جديد خالص بفلوس غير اللي انا كنت اصلا باخدها خالص ومتفق عليها. يا نهار ابيض. بعد بقى لما ترجع يبقى نشوف هنعمل ايه عشان ما يخسرش السنه اللي انا مديتها. اه، ما عشان انا كان اتحاد فاهم. الكوره مبلغه ان 1/8 مش ينفع توثق عقود قديم اصلا. طب قلت له ايه في المكالمه؟ ما قلتلوش، قلت اقول له إيه؟ قلت له حسبي الله ونعم الوكيل وربنا موجود وشايف كل حاجه. مم. بس ما كانش في ايدي ان انا يعني، مش عايز اقول لك يعني يمكن انا غلطت ان انا مضيت على بياض، بس ده كان ثقه في نادي سموحه. وانا عشان عارف كويس، وانا كنت فاكر ان الدنيا كلها ماشيه زي ايام المهندس فرج عامر. اه. بس فبعدها قعدت يومين في البيت. كابتن محمد عقباو كلمني عشان كان ماسك مع كابتن رضا شحاته في الداخليه، في رحت الداخليه. الداخليه بعدها. مم. بس